مساء الخير عليكم. في فيديو حكاية النهاردة معانا للأسف خبر محزن جدا، وهو وفاة الفنان الكوميدي واليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد عن عمر يناهز 27 سنة. هنتعرف على آخر ما نطق بيه وهو على فراش الموت، لحظات محزنة ومبكية جدا لكل اللي يعرفه وحتى اللي ما يعرفوش. كلام لأول مرة هتسمعوه بيعلنوا صديقه، وهنشوف آخر فيديو ليه قبل وفاته الله يرحمه. بس قبل ما نكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك واشترك في القناة وفعل زرار الجرس على كل الإشعارات، ضروري جدا جدا علشان كل جديد يجيلك لحد عندك. ودلوقتي يلا بينا نكمل الفيديو بس بعد الفاصل. اتوفى الفنان والكوميدي المعروف عزيز الأحمد امبارح بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 27 سنة بعد معاناة مع المرض، رغم انه كان نشر فيديو ليه اول امبارح وكان ظاهر في الفيديو ان حالته الصحية كويسة الى حد ما، الا انه بعد كده اتضح ان الفيديو ده مسجل، وان عزيز الله يرحمه كان بيعاني من المرض من فترة، وهو أصلا كان بيعاني من المرض ده من وقت ولادته، وهو مرض هرموني أثر بشكل كبير على نموه وعلى طوله من صغره، وحاولت والدته ووالده إن هم يعالجوه بس للأسف فشلوا، وعاش بيعاني طوال حياته من المرض. وهو على فكرة من مواليد 26 يوليو سنة 1995، ووالدته من سوريا، بس هو اتولد في الرياض. ومع انتشار خبر وفاته امبارح الدنيا اتقلبت، والسوشيال ميديا كلها في البداية ما كانتش مصدقة الخبر ده، بس للأسف اتأكد الخبر. عزيز الله يرحمه كان بيتابعه ملايين من الناس، وكان ليه شعبية كبيرة وناس كتير قوي بتحبه وبتقول عنه ان هو سبب ابتسامتهم، وانه ياما رسم البسمة على وجوههم. وكان اتعرض عزيز لوعكة صحية مفاجأة انتقل بسببها للمستشفى لتلقي العلاج، بس للأسف كل محاولات علاجه فشلت ورحل عن عالمنا امبارح. ووفاته عملت صدمة كبيرة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج والعالم العربي، وده علشان عزيز الله يرحمه كان ليه جمهور كبير في كل العالم العربي. عزيز وهو على فراش الموت وقبل وفاته بدقايق شكر بالتحديد والدته، وقال إنها عانت معايا كتير قوي من وقت ولادتي، وهي كانت مسؤولة عني برعاية تامة كأني لسه طفل، وكانت بتعمل ليا كل حاجة، ولما كان حد بيسخر أو بيتنمر من شكلي أو من طولي كانت بتقفله بالمرصاد، وما كانتش بتتنازل عن حقي مهما حصل. وتاني واحد اتكلم عنه عزيز وشكره هو صديقه اللي كان معاه في المستشفى وقت وفاته. وأول ما توفى عزيز نشر صديقه ده اللي هو اسمه يازن الأسمر فيديو أعلن فيه وفاة عزيز، وأعلن وصيته، وقال إنه أوصى إن جزء كبير جدا من ثروته يروح لإخواته السوريين، وقال عنهم عزيز إن هم أهله وناسه وإن هو منهم. هنعرض لحضراتكم الفيديو ده دلوقتي. في هذا اليوم توفي عزيز، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. الخبر صحيح، اليوم الظهر انتقل لرحمة الله، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. دعواتكم له الله يرحمه. وقال كمان إن والدته كانت بتشيل كل فلوس عزيز، وكان بس عزيز بياخد ربع دخله الشهري من الفيديوهات اللي كان بيعملها، وكان دخله الشهري حوالي $1,000,000. عزيز خلاص اتوفى، لكن اللي اكتشفناه كلنا بعد وفاته رد فعل الناس على خبر وفاته، وقد ايه كان محبوب والناس كلها كانت بتحبه. الله يرحم عزيز ويصبر كل أهله وأصدقائه وكل محبيه على فراقه. فيديو حكاية النهاردة خلص. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو أول مرة بتشوفنا علشان يوصلك كل جديد على قناة حكايات النجوم.